السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم بقى النهارده في فيديو جديد. بس قبل ما نبتدي الفيديو بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل ما نبتدي بقى الفيديو بتاعنا الجميل دوت، ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. النهارده بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل السوسيس، طريقه السوسيس بطريقه جميله كده ومختلفه، وتبقى غدا خفيف، ممكن كمان يبقى عشاء خفيف. ممكن لو انت خارجه ممكن تعمليه سندوتشات برضو. يعني ينفع في حاجات كتير جدا جدا. ممكن تعمليه جنب المكرونه، ممكن تعمليه كده وتعمليه سندوتشات وجنبه طحينه. ممكن تعمليه يعني كذا طريقه. هنعمله بقى بطريقه النهارده جميله وسهله وبسيطه وهتعجبكم جدا جدا جدا. بس ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا بقى نشوف طريقة السوسيس الجميلة دي عملناها ازاي مع بعض. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا جبت السوسيس طبعا، حطيته في مية، شطفته كويس، وبعد كده اديته غلوة واحدة. يعني انا حطيت المية على النار، حطيته في المية غلوة واحدة ودلقت المية بتاعته. ودي لزيادة التأكيد ان انا يعني ايه ابقى متأكدة منه ومطمنة ان هو كده كويس. ما احطوش منه للنار على طول من غير ما اكون سلقته، يعني يا دوبك غلي غلوتين. وبعد كده رحت ايه نشلاه من المية وشطفاه، وقطعته بقى حلقات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وحطيت بقى الطاسة بتاعتي الكبيرة على النار، ونزلت بمعلقتين من السمنة عليها، علشان خاطر اضيف عليها السوسيس بعد ما قطعته حلقات صغيرة كده. اهو زي ما احنا شايفين كده، بصوا. حطيت بقى هنا معلقتين السمنة، وكنت قطعته كده على البلانشة بتاعتي، زي ما احنا شايفين كده، حلقان صغيرة كده. وبعد كده ايه شوحته، هبتدي اشوحه بقى لحد ما يتحمر معايا، بس طبعا بالراحه، بالمعلقه بتاعتي السيليكون. ابتدي اقلب بالراحه لحد ما هو كله يديني نفس اللون التحمير اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى ان انا ايه اقلب فيه رايح جاي كده لحد ما يديني اللون اللي انا عايزاه. اهو بصوا، انا بجيب من تحت لفوق كده بالراحه علشان خاطر ما يتهريش مني. اهو يعني بطول بالي عليه خالص. بصوا، عايزه اقول لكم طريقته عجبتني جدا جدا جدا، وكان طعمه في منتهى الروعه وعجب الاولاد جدا، وقالوا لي يعني اعملوه لنا على طول. سهل وخفيف وسريع، واكله خفيفه وسهله وسريعه. طبعا هو على ما يتحمر معايا بقى اكون انا ايه محضره معاكم. بصوا يعني انا ايه محبتش اطول عليكم في الفيديو، فانا قطعتهم وجهزتهم وقلت ايه يعني جاهزين كده على التصوير على طول. قطعت معايا بصلتين كبار مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وكمان قطعت 3 4 طماطمات كده مكعبات برضو زي ما انتوا شايفين. وكمان قطعت قرنين فلفل حار وقرنين فلفل رومي. وده طبعا رغبتك انتي، مش حابه تحطي الفلفل الحار براحتك، بس انا عايزه اقولك بتديها طعم خرافه. كمان لو انت حابه، وزي ما قلنا احنا ممكن نضيف عليها خضره، ممكن تضيفوا عليها اي حاجه انتوا حابينها. آه يعني كل واحد طبعا ما بيحب، بس انا عملتها بالطريقه ديت. لو حابين تجربوها بنفس طريقتي هتعجبكم جدا جدا جدا. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات طلعت معاكم طعمها ايه. عايزه اقول لكم في منتهى الروعه. بصوا بقى هنا اداني بعد ما اتحمر السوسيس اداني لون جميل ازاي، شايفين شكله؟ انا لحد كده بقى، وابتديت ان انا انزل بالبصله معايا، وهبتدي برضو اشوح فيها لحد ما تدبل معايا خالص. هبتدي برضو رايح جاي كده اشوح في البصله لحد ما تدبل معايا خالص، عشان خاطر ابتدي اضيف بقيه المكونات عندي. اهو زي ما احنا شايفين كده، اللهم صل وسلم وبارك. كانت في منتهى الروعه وكان طعمها جميل. زي ما قلنا ممكن تجربوها في سندوتشات عيش، في فينو، في زي ما احنا قلنا ممكن تعملوها جنب مكرونة، ممكن تعملوها كوجبة أساسية لوحدها كده. جميلة جدا جدا وهتعجبكم جدا جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. طبعا زي ما احنا شايفين احنا ايه بنشوح فيها بالراحة كده لحد ما البصلة تدبل معانا. لو انتي مش حابة البصل ظاهر فيها كده ممكن تبشريه، مفيش اي مشكلة عادي.
لو عادي عندك بالنسبه لك ممكن تقطعيها زي ما احنا بنقطعينها كده مكعبات صغيره. وبعد كده ضفت بعد ما دبلت معايا البصله خالص، ابتديت ان انا انزل بالطماطم والفلفل مع بعض، هشوحهم بقى معاها كده كويس جدا جدا. برضو هبتدي كده اشوح فيها شويه اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان احنا واحنا بنقلبها تبقى نقلبها يعني برفق شوية علشان خاطر ما يتهريش مننا. وزي ما احنا شايفين انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسونيش بقى بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. بصوا كل حاجة ابتدت تدبل معايا ازاي. هنا بقى انا مش هضيف بهارات كتير، انا مش هحط غير معلقة فلفل اسمر، وهحط كمان الملح بتاعي، طبعا الملح تبع الرغبة زي ما انتي حابة تحطيه. فانا ضفت الفلفل الاسمر وكمان هضيف الملح، وبرضو هبتدي ان انا اقلب بسيط كده معاكم واحدة واحدة. بصوا شكله، والله يعني شكله بصراحة لوحده يغني، جميل جدا 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 وعجبني جدا جدا جدا. يعني بعد كده مفيش قمر، يعني قمر يعني قمر بجد. هنا انا ضفت الملح، وبرضه هبتدي اقلب بالراحه كده لحد ما ادمج الملح والفلفل الاسمر عندي في السوسيس كده كويس. عيش بقى سخن ونفتحه ونحط فيه. عايزه اقول لكم مفيش بعد كده احلى سندوتشات خارجه بقى راحه مثلا جنينه للاولاد، سندوتشات كده على السريع. حابه تعملوه لهم برضو ممكن تعملوه لهم في اللانش بوكس برضو في المدرسه، مفيش اي مشكله. في الامتحانات ربنا يا رب ينجح الجميع يا رب ويكون معاهم يا رب. وكده خلاص خلص السوسيس بتاعنا، وكمان غرفناه في السرفيز الجميل بتاعنا. ايه رأيكم بقى في الجمال دوت؟ يا ريت بقى تجربوه بنفس الطريقة اللي انا عملتها، هيعجبكم جدا جدا جدا. وترجعوا لي بقى زي ما قلنا في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم فيه وفي الطريقة دي الجميلة ديت. بصوا جماله، عايزه اقول لكم يعني بصراحه مفيش بعد كده. انا من كتر ما عجبني ويعني بصراحه انبهرت بالنتيجه بتاعته. انا عايزه اقول لكم كنت واقفه عماله اصور فيه، مش عايزه بصراحه ابطل تصوير فيه. فكده بقى خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اسيبكم بقى في رعايه الله، واجيلكم بقى بوصفات تانية كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا.